قم يا ملازم وابكي الشاعر انتحرا، هو الزمان يرينا فيكم العبرة. قم يا ملازم وابكي الشاعر انتحرا، من البداية لم تحمل له قدم، انظر إليه يخاف الظل قد ذعرا. بان السراب وغيض الماء يا ولدي، فلتركب الرمل إما كنت مقتدرا. هذه القصيدة المسروقة الأولى. من ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بكم قردا يلي النمرة، لو كنت تعرف يا ذا بعض فلسفة أو كنت صاحب عقل لم ترم خطرا. يا ويل أمك هل تبغي منازلتي، من أنت في العلم قل للناس ماذا ترى. قد دجن الشعر لن تستطيع سرقتها، ولست تلوي ذراعي مهما أبتكر. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وقام شوقي به يمشي رنا الشجرة. حسناء تعرف من أنتم فهل خدعت، تبت يداك تظن الطدا منحدر. المعطيات والقرائن التي جمعتها. أولا السرقة تمت بنصف رزق الحلم الخليجي. ثانيا صاحب السوابق في السرقات الأدبية المشترك، قلم صحفي بمشاركته حبيبتي كل البشر بمنتديات الحلم الخليجي، والتي سرق هذا القلم الصحفي من صاحبها من مدونة شبابيك. ثالثا المهمة التي جاء من أجلها. يقول هذا القلم الصحفي ردا على زهرة الحلم وهي تمر بالمشاركة المسروقة من صاحب المدونة شبابيك، وقد أخطرت السرق المسروق في وقتها. أختي الكريمة زهرة الحلم، الحمد لله والفضل والمنة لرب العالمين. ما جئت هنا أبحث عن تقييم أو حقوق، تواجدي هنا لفترة زمنية ولسبب خاص أحتفظ فيه لنفسي فقط، وسرعان ما أن سأغادركم لعلي أترك هنا لكم بصمة طيبة. أملك دواوين ومؤلفات إلا أنها خاصة ولنفسي فقط وليست للعامة، فأنا والفضل والمنة لرب العالمين. بمعنى جال السرقة مباشرة واضح. محرك البحث فقد أصبح من اليسر إلقاء القبض. محرك البحث جوجل فقد أصبح من اليسر بواسطة إلقاء القبض على اللصوص بالشبكة العنكبوتية. احذروا. قصيدة 2 3 4 5 6 7 8 9 قصائد كاملة سرقها هذا. 3 أبيات أخيرة نقول له فيها: أيها الشاعر الملازم قصرا، ضرباتي لن يرد فضاك، أنت لص وسارق لو تقاضى، ثم أنت الذي قتلت أباك. تدعي العلم في اختراق جهازي، قد جرى الظل في مصب قفاك. من القصائد المسروقة خدعوها بقولهم حسناء. دجين الشعر أيها الشعراء، واستحلت لحومنا والدماء، هو هذا مع الجنائز يمشي، وهو هذا والميتون سواء. فكلوا واشربوا تبين خيط، واسرفوا قبل ما يجيء مساء. اقتلون أو اطرحون بأرض، نحن متنا لكننا الأحياء. يوسف الصديق افتنا بفتاوى، ووفنا الكيل إننا فقراء. نكتب الشعر من خيال وفكر، نحن في الحب عفة ووفاء. نحن لم نعرف الخيانة يوما، لم نبع أرضا فاشهدي يا سماء. تعلم العير ما سرقنا صواعا، والذي قيل كذبة وافتراء. زعموا تصلح البغية أما، خدعوها بقولهم حسناء.